تخيل كده انك وسط غابة مليانة شجر اخضر وبتتنفس اكسجين نقي وكل حاجة حواليك بتقولك استمتع انجوي. لكن فجأة بيظهر لك عود كبريت صغير، بتسيب كل الجمال اللي انت فيه وتركز على عود الكبريت ده. ما انت خايف يولع الدنيا. عود الكبريت ده هو بقى الفكرة السلبية اللي عندك، اللي رغم ان هي صغيرة جدا بس ممكن تعميك عن كل الحلو اللي عندك. بص، الفكرة السلبية مشكلتها انها بتسرق تركيزك، وقلنا متبرمجة على التركيز على السلبيات اكتر من الايجابيات، وده اسمه النيجاتيفيتي بايس. وده انك بتسيب نفسك لفكرة سلبية بتفضل تكبر وبتتحول من شرارة صغيرة قد كده لحريق كبير جدا، زي عود الكبريت اللي ممكن يولع الغابة لو انت ملحقتش تطفيه بسرعة. بدل ما تضخم المشكلة، خد خطوة لورا كده وفكر كويس، ايه قيمة الفكرة السلبية الصغيرة قدام كل الخير والنعيم اللي انا فيه؟ زي ما كتاب باور اوف ناو بيقول، عيش اللحظة الحلوة وما تضيعش حلاوة يومك. يا اخي فكر في النعم اللي عندك، فكر في صحتك الحلوة، فكر في بيتك الكويس، فكر في ولادك الكويسين. كل حاجة في حياتك بتستحق انك ترفع ايدك وتقول الحمد لله. ما تخليش شرارة صغيرة تضيع نور حياتك وتعميك. سيطر على أفكارك السلبية بدل ما هي تسيطر عليك. نمي الأفكار الحلوة شوية وسيب السلبية تدبل وتموت. اتجاهلها يا أخي. حياتك تستحق إنك تصدق إن الوحش مش هيفضل طول الوقت. وافتكر، الغابة دي أقوى من أي عود كبريت، وإنت كمان أقوى من أي ظروف. بس كده.